لرغبته. أنا المؤذن جامع الكرك، اسمي مصطفى محمد دون. اجى لعندي الجيش وطلب مني مساعدة مشان حول المجموعة على الميذنة تبع الجامع، ورحت لعندهم وما بعرف مين هن، ودقيت الباب مسكر برغم انه الباب مخلوع كان. بتفاجئوا انه ابني موجود جوا، فعم بقول له يا ابني سلم وروح. ما قبلش، قوتني اول طلقه والثانيه والثالثه، وحملت حالي ورحت. رجعت لعند رجال الجيش وقلت لسياده العميد انه صار معي هيك. قال لي ارجع مره ثانيه، ورجعنا مره ثانيه، وبلش اطلاق نار بين الجيش وبين المجموعة اللي موجودة بما فيهم أولادي وأولاد أخوها لزوجتي. فكروا حالهم إنه يعني بدهم ياخذوا الشهادة، وفكرتهم إنه ياخذوا حرية. ما الحرية مو بهالشكل هذا، مو بأسلوب القتل أبدا، مو بأسلوب القتل. وحتما في يعني كانت بالبداية عبارة عن ولدنة، وبعدين تحولت. كان في ناس يعني والله اعلم ورطوهم وفلوا، تركوهم بالساحه لحال. انا شفتهم حاملين سلاح وعم بدهم يقاتلوا ويضربوا على الجيش. تأكيد شعبي